تقول ايه لو قلت لك ان الروبوتات الصينيه اللي انت شايفها قدامك بترقص وبتلعب كونغ فو في اللحظه دي بالذات هي اعمى من الخفاش وما بتفكرش اصلا. من كام شهر يا صديقي الصين نزلت جيش من الروبوتات على المسرح، روبوتات بتلعب كونغ فو وبتتشقلب في الهواء وبترقص بتزامن يخليك تحلف ان دي النهايه، وان سكاي نت خلاص استلمت الكوكب وبدا العد التنازلي للبشريه. وهنا وفي اللحظه دي بالذات الناس اترعبت جدا، وانا شخصيا كنت واحد منهم. بس انا النهارده جاي اطمنك واقول لك انها مجرد لعبه زنبلك بس متكلفه ملايين. هات كوبايه الشاي المتينه بتاعتك وركز معايا يا صديقي، لاننا النهارده هنفك شفره الخدعه التقنيه الكبرى، وهم الروبوتات الصينيه الراقصه. في فبراير 2026 في حفل عيد الربيع الصيني الاضواء اشتغلت وفجاه العالم كله شاف جيش من الروبوتات البشريه بيعملوا شقلباص خلفي وبيرفعوا رجليهم بتزامن كانهم فرقه كيبوب كوريه. السوشيال ميديا اتقلبت والناس كلها قالت الذكاء الاصطناعي وصل لمرحله الوعي يا جدعان. بس تعالى نقفل مزيكا الرعب دي شويه ونلبس بالطو المبرمجين ونمسك المشرط التقني علشان نشرح الروبوتات دي ونعرف ونفهم ايه اللي كان بيحصل ورا الكواليس. عشان تفهم الخدعه خلينا نرجع للاساسيات. عارف لما تقعد مع شويه شباب واطفال صغيرين وتجيبوا بورده اردوينو اونو وموتورين وحساس مسافه وتبرمجوا روبوت بسيط جدا عشان يتفادى الحيطان وهو ماشي؟ طب انا عايز اقول لك يا صديقي الروبوت البدايه بتاع الاطفال ده اللي الكود بتاعه ما يكملش 20 سطر ومصنوع من حته بلاستيك، الروبوت ده تفاعلي اكتر من الروبوت الصيني اللي بيرقص على المسرح. هتستغرب وتقول لي ازاي يا جدع؟ هقول لك روبوت الاردوينو الصغير ده بياخد بيانات حيه من البيئه اللي حواليه، يعني السنسور بتاعه شغال عمال يبعت موجات ويستقبلها ويقول له المخ الحق الحيطه قربت وبقت على بعد 10 سم. الكود هنا بيستقبل الداتا دي وبيطبقها بالشروط المتبرمجه جواه وبياخد قرار جديد ومفاجئ في لحظتها، وتلاقي الكود بيبعت امر للروبوت وبيقول له مثلا لف يمين عشان ما تخبطش. هو هنا بيتفاعل مع الواقع المجهول اللي بيتغير كل ثانيه. اما الروبوت الصيني اللي بيرقص قدامك ده فرغم ان جواه معالجات جباره ومواتير بملايين فهو في حاله عمى تام. في وقت الرقصه اللي بنشوفها على المسرح هو ما بياخدش قرارات حيه، هو بينفذ مسار حركي تراجكتوري او نقدر نقول تايم لاين، والتايم لاين ده اتبرمج واتحسب بالملي قبل العرض بشهور. الروبوت ده مش شايف المسرح، هو بينفذ امر صارم ومحفوظ في الذاكره. وعلى سبيل المثال هتلاقيه بعت امر في الدقيقه 3 و5 ثواني للموتور رقم 43 اللي موجود في المفصل رقم 7 ويقول له اتحرك بزاويه 20 درجه وبقوه دفع 5 نيوتن. تعال بقى يا صديقي تخيل معايا الكارثه اللي ممكن تحصل في اللحظه دي. يعني لو تخيلنا ان المخرج قرر يغير مقاسات المسرح 5 سم بس، او لو حد رمى حته خشبه صغيره والروبوت داس عليها، او حتى حته سلك كهرباء وقع بالغلط قدام الروبوت مش هيستوعب ان في خطر او عائق ظهر فجاه. الروبوت هيدوس على السلك او الخشبه وهتلاقيه بكل فخر بياخد وضعيه الكونغ فو وهو بيقع على وشه، وهيفضل يرفص في الهواء زي الصرصار المقلوب على ظهره بنفس سرعه الاغنيه، لانه بينفذ الكود بغباء شديد ومفيش عنده اي صلاحيه انه يغير حركته. اكيد انت دلوقتي بتسال نفسك وده حقك، طيب لو هم ما بيفكروش وعميان كده ازاي حركتهم سلسه ومبهره كده ومفيش رابط خبط في التاني؟ ازاي الخطوات متناسقه كانهم بشر بجد؟ ده غير الروبوت اللي كان بيقفز من فوق الحواجز وبيرقص بتناغم مع البشر. هنا بقى يجي دور الصياعه البرمجيه والهندسيه اللي بتتعمل في غرف المعامل المقفوله. الموضوع كله بيبدا في الاستوديو بعيد عن الروبوتات خالص، بيجيبوا راقصين حقيقيين من لحم ودم، ابطال كونغ فو وجمباز، ويلبسوهم بدل سودا ضيقه مليانه نقط بيضه اللي هي الموشن كابشر سوتس، ويخلوهم يرقصوا ويأدوا الحركات دي. الكاميرات الحساسه اللي في الاستوديو بتسجل حركه كل مفصل في جسم الانسان وتتتبع النقط البيضه دي في مساحه ثلاثيه الابعاد. هنا المبرمج يا صديقي بياخد الداتا المهوله دي وبيدخلها في خلاط رياضي معقد جدا اسمه الانفيرس كاينماتكس او الكاينماتيكا العكسيه. عشان ابسطها لك وتتخيل حجم الكارثه الحسابيه، لو انت يا صديقي الانسان عايز تمسك كوبايه الشاي اللي قدامك، مخك مش بيحسب زاويه كتفك كام وكوعك هيتني ازاي والمعصم بتاعك هيلف قد ايه. مخك ببساطه بيركز على الهدف اللي هو الكوبايه، وباقي مفاصل ايدك بتتحرك لوحدها بشكل طبيعي. لكن الروبوت حته حديده مفيش فيها مرونه طبيعيه. الكاينماتيكا العكسيه بتعمل عمليه عكسيه للروبوت. المبرمج بيقول للكود انا عايز ايد الروبوت تبقى في النقطه اكس وواي وزد في الفضاء الخارجي. الفضاء الخارجي هنا المقصود بيها المساحه اللي حوالين الروبوت، والكود الجبار هو اللي بيقعد يحسب المعادلات المعقده جدا عشان يحدد ال 55 موتور اللي متوزعين في جسم الروبوت، كل واحد فيهم هيلف بكام زاويه وباي سرعه عشان الايد توصل للهدف من غير ما المفاصل تخبط في بعضها او الروبوت يتعقد في بعضه ويقع. بعد ما حسبنا الحركات كلها بالملي، هل نبعت الملف للروبوت ونقول له انزل يا برقص؟ لا طبعا. لو عملنا كده هيقع برضه في اول خطوتين بسبب الفيزياء. الورق والكمبيوتر بيستحملوا اي حاجه، لكن على ارض الواقع
الواقع في وزن للرابط بيسحبه لتحت بسبب الجاذبيه الارضيه، وفي قوه احتكاك رجله المعدنيه مع ارض المسرح الخشبي. هنا بيدخل البطل الحقيقي لاي رابط بيمشي على رجلين في العالم، خوارزميه رياضيه عبقريه ومطحونه شغل، وبتكون شغاله في الخلفيه اسمها البي اي دي كنترولر او البيت كنترولر. ده حرفيا عامل زي الميزان الداخلي او الموظف اللي بيلم ورا مديره عشان الشغل ما يبص. الرابط وهو بيرفع رجله عشان يعمل شقلباز او يضرب برجله في الهواء، حساسات التوازن اللي جواه اللي هي الجيروسكوب بتقول للكمبيوتر المركزي الحق يا معلم، مركز الثقل بتاعنا باظ، احنا مايلين لورا 3 درجات وهنقع على ظهرنا ونتفتح قدام الكوكب. البيت بياخد الكارثه دي في اجزاء من الملي ثانيه، بيحسب نسبه الخطا والميل، ويبعت امر سريع جدا لمواتير الرجل الثانيه اللي ساندة على الارض، ويقول لها شد حيلك شويه وزق لقدام بقوه مضاده علشان نعوض الميل ده ونرجع نتزن من تاني. يعني الرقصه الانسيابيه اللي انت مبهور بيها دي مش ذكاء اصطناعي واعي بيفكر ومستمتع بالفن، دي مجرد الاف العمليات الحسابيه من البي اي دي بتصحح اخطاء التوازن في اجزاء من الثانيه عشان بس تقدر تنفذ انيميشن محفوظ مسبقا على مسرح متقاس بالليزر ومفيش فيه اي مفاجآت. المبرمجين قبل ما ينزلوا الروبوتات دي للمسرح المباشر بيدربوها ملايين المرات في بيئه افتراضيه جوه الكمبيوتر، بيعملوا مسرح 3 دي ويخلوا الكود يختبر الرقصه دي لحد ما تظبط. بس اكبر كابوس بيرعب اي مهندس روبوتات هو حاجه اسمها السيم تو ريل جاب او الفجوه بين المحاكاه والواقع. جوه الكمبيوتر العالم مثالي جدا، الارض مستويه 100%، الموتور كفاءته ثابته وما بيسخنش مهما اشتغل، ومفيش تيار هواء بيخبط في جسم الروبوت. لكن في الحقيقه المسرح بيكون فيه مطب 2 ملم، الموتور مع المجهود حرارته بتعلى فاستجابته بتقل كسر من الثانيه، والتروس بيحصل لها تاكل بسيط جدا. التغييرات الميكرونيه دي كفيله تخلي الروبوت يتكعبل. عشان كده العرض اللي انت شفته ده كان وراه شهور طويله من تظبيط المعاملات، والاكيد ان كل روبوت على المسرح كان جنبه في الكواليس فريق من المهندسين عرقانين حاطين ايديهم على قلبهم وجاهزين يضغطوا على زرار الطوارئ لو روبوت واحد بس نسي نفسه وفقد توازنه، عشان يفصلوا عنه الكهرباء فورا وما يبوظش العرض ويوقع بقيه زمايله زي الضمن. هنا بقى نيجي للانبهار الحقيقي، وخلينا نقول لو السوفت وير كان اعمى وما بيفكرش، فالهاردوير كان معجزه هندسيه بتمشي على الارض. الرعب الحقيقي والانبهار اللي خلى كبار مهندسين الروبوتات في العالم يفتحوا بقهم من الصدمه ويسقفوا ما كانش الذكاء الاصطناعي، كان الميكانيكا والمرونه المفصليه. انت متخيل يعني ايه حته حديده وزنها معدي ال 50 او 60 كيلو تعمل شقلباز خلفي في الهواء وتنزل على رجليها من غير ما تقع وتفرفر؟ السر هنا في حاجه اسمها الاكتويتورز او المشغلات الميكانيكيه، ودي نقدر نعتبرها العضلات بتاعه الروبوت. الشركات الصينيه عملت طفره مرعبه في المواتير دي، صغروها جدا وخلوها خفيفه، وفي نفس الوقت بتدي عزم دوران جبار يقدر ينطر الروبوت في الهواء ويمتص صدمه النزول. الابهر من القوه بقى هو المرونه. مفاصل الركبه والوسط والكتف متصممه بطريقه هندسيه معقده جدا علشان تحاكي الاوتار والعضلات البشريه وتدي رينج اوف موشن او مدى حركي واسع جدا. ده الانجاز الحقيقي اللي خلى شركات الروبوتات الكبيره في العالم تبرع ازاي قدروا يصنعوا هاردوير ومفاصل بالمرونه والقوه دي تستحمل العنف الحركي للكونغ فو والشقلباز من غير ما تعصلك او تزيق ولا حاجه تتخلع. يا صديقي احنا ما بنقللش من العلم او الذكاء الاصطناعي، وهندسه الروبوتات بتتطور بسرعه مرعبه، والمجهود المبذول في التوازن الكاينماتيكي ده معجزه هندسيه. بس العروض المبهره دي هي اقرب لعروض السر، حركات متدرب عليها متبرمجه بعنايه في بيئه مقفوله بهدف الاستعراض التسويقي للشركات عشان تجمع استثمارات. الرعب الحقيقي مش في رابط بيرقص كونغ فو على مسرح متقاس بالملي ومحطوط له خطوط ليزر. التحدي الحقيقي في عالم البرمجه واللي بيكسر عظمه الشركات الكبيره هو ازاي تخلي الروبوت ده يمشي في شارع زحمه ويتفادى توك توك جاي عكس، وينط من فوق مطب صناعي مش مدهون ولا معمول بمواصفات هندسيه، وياخد قرار فوري انه يوسع لست كبيره شايله خضار. ولما الروبوت يتعامل مع عشوائيه وفوضى الواقع في العالم الحقيقي من غير سكريبت محفوظ، هنا بس نبقى نقول سكاي نت وصلت بجد. لحد اللحظه دي الطفل الصغير اللي بيعمل كود اردوينو ويتفادى بيه كراسي السفره في بيتهم بيمارس نوع من الذكاء التفاعلي وحل المشكلات اعظم بكتير من وهم الروبوتات الراقصه. وما تنساش تقول لي في الكومنتس ايه اكتر تقنيه او اختراع حاسس انه واخد حجم اكبر من حجمه وانه مجرد شو اعلامي وما بيعملش حاجه حقيقيه في الواقع. شاركوني رايكم، خلينا نتناقش. وطبعا لو الخدعه دي عجبتك وظبطت لك الطاسه ارزع اللايك المتين واعمل شير لصاحبك اللي كان بيحوش عشان يشتري ملجأ تحت الارض ومرعوب من الروبوتات. انا كشك كود واشوفكم في كارثه تقنيه جديده. سلام يا وحوش.